من بعد ما غتشوفي اختي هذا الفيديو مستحيل انك تشكي ليا مازال من العجينه ديال صابلي، ولا انها كدير دي فورمال هكا في الفران، ولا ما كتجيكش زوينه ولا كتجيك قاصحه. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنىكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الصابلي بجميع الاسرار ديالو، من العجينه اختي حتى التعليكه، بطريقه اللي جد مبسطه. واخا اختي تكوني ما عمرك صايبتي الصابلي غادي ينجح معاك من اول تجربه. مالك اختي الا تتبعي معايا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ولا كنتي اول مره كتشوفيني ما تنسيش انك تشتركي وتفعلي الجرس باش دائما يوصلك الجديد القناه ديالي. غادي نشارك معكم بنكهات اللي هما مختلفين، وحده تنسيك في الاخرى، كيجي معلك لذيذ وكيجي اختي كيذوب ذوبان. لاباط ديالو كتجي رائعه بحال ديال البسكويت تماما. معلك اختي الا تبعي معايا وباش تستافدي. ولا عجبك الفيديو ما تنسايش انك تبارطاجيه مع بنات اخرين باش حتى هما يستافدوا، وكذلك تعم الفائده على الجميع. راه كيجي لون موحد. يلا نبداو الفيديو ديالنا، بسم الله على بركة الله. اول حاجه عندي هنايا 4 ديال البيضات، الحجم ديالهم يكون كبير. انا صراحه درت 4 ديال البيضات وضفت ليهم مازال 2 بياض البيض غير كانت واجد عندي وزدته. وغادي نضيف كذلك 2 كيسان ديال سكر حبيبات. ممكن انكم ديروا سكر بودره او سكر ثقيل. وعندي كذلك 2 كيسان ديال الزيت، وعندي 4 ديال الزبده. انا صراحه كنخدم بالاطلس، كتجي رائعه في اي مورقه ولا في اي حلوه هكا بغيتو تخدموها كتجي مقرمشه. من بعد ما طحنت الكل جيدا كيف ما شفتوا معايا صباح الخليط اللون ديالو ابيض. هنايا درت لاروم ديال البسكوي اولا الناطا كيف ما كيسميوها الحلاويات. وغادي هنايا نبدا نضيف دقيق هكا بالتدريج. دقيق البنات من الاحسن يكون خاص بالحلويات باش تنجح لكم الوصفه، لان هاد الصابلي كيف ما كنعرفوا يعني حساس، ما كيستقش لكل شيء. باش يستقلك اختي ديري الدقيق يكون ممتاز. وحنا كنشاهدوا الفيديو ديالنا ما تنساوش الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي الخميره، راه ما كنديرش فيه الخميره نهائيا. هاد الطريقه هذه راه معتمده عندي منذ سنين، وكنت كذلك كنخدم بها الكليان ديالي. عندي هنايا ساشيه ديال الفلون بالنكهه ديال الكراميل اللي كيعطي حتى هو اللون زوين، وكذلك المذاق. هنا بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي يهز لكم كيلو ديال الدقيق بالضبط، ما تزيدوا ما تنقصوا عليه. لكن ما تسمعوش كيلو وتضيفوه كامل، بقاو تضيفوا غير بشويه شويه. كما شفتوا معايا العجينه راه ما كتبقاش تلتصق في اليدين. غادي نقسم العجين ديالي على 3 ديال الكويرات، يكونوا قد باش هكا العجين باش يخرج لينا يعني الكميه بحال بحال. غادي نغطيهم بواحد الكيس بلاستيكي، وغادي ندخل هذوك الجوج الاخرين يعني 2 كرات غادي نحطهم في الثلاجه. الا ما بغيتوش ديروهم في الثلاجه راه ما يعني بلا ما ديروهم، انا غير حطيتهم في الثلاجه باش هكا ملي نبدا نقطعهم يسهلوا عليا. وغادي نقسم ديك الكويره كنقسمها على 2 وغادي نبدا نطلق. غنديروا 2 بلاستيكات يعني وحده لتحت وحده الفوق. الا بغيتو ديروا السلوفان راه ممكن. وكنبدا نطلق العجينه ديالي. حاولوا انكم تطلقوها ما يبقاش لكم هكا فيها الدريجات ديال الدلاك، يعني تطلقوها تكون مقاده. وانتم كيبقى لكم الاختيار، الا كنتو غادي تلصقوا يعني وحده على وحده خاصك انا الصابلي خصو يكون رقيق. الا كنتي غديري غير وحده يعني راه صابلي كيبغي شويه يكون هكا مفورمي. وجبت هاد القطعه انا هذه اللي كتكون فيها جهه هكا دائريه وجهه كتكون فيها واحد التقيبه. المهم هاد القطعه راه مرشم او لا القطعه معروفه. ومن بعد ما ساليت هذا الشكل هذا الاول غادي ندوز للشكل الثاني ديال هذا العين، ما تسمى بالعين. كتقطعوا وحده سامبل وكتقطعوا وحده فيها كتقيب باش كيجيوكم بحال بحال، يعني ما كيجيوكمش وحده غالب يعني شكل غالب على شكل.
كيما شفتوا معايا راه كيتهز بكل سهوله، ما كيتقطع ما حتى شي حاجه. غير خدموه غير بشويه بشويه وعطيوه الخاطر. هنا بعد ما قطعت الكميه، اللاطه الاولى راه طيبتها، راه غير نسيت ما شاركتوش معاكم. غادي ندخلو على نار اللي تكون مهيله. شفتوا معايا راه ما كيدير فورماج نهائيا. غادي نخليه حتى يتحمر ليا بوحدو، يعني من الفوق ومن التحت غير نقصو عليه راه كيتحمر كامل. انا عندي غير فرن غازي. هنا بعد ما طيبت الكميه كامله اللي عندي، شوفوا معايا راه كيجي لون موحد، يعني ما كيجينيش فيه داك البقعات. هنا ضروري انكم تفرشوا داك السيل باطي اللي بغيتو يجيكم هكا الصابلي بحال ديال الحريفيات تماما. وعندي كذلك الشكل الرابع اللي قطعته هكا غير الشكل مربع، اللي صراحه ما قدنيش الوقت باش شاركته معاكم. حتى هو اللي غادي ندير بواحد النكهه اللي مختلفه. بالنسبه هنا للتعليكه راه شاركتها معاكم يعني قبل العيد. وعندي الكونفيتير يكون خاص بالحلويات، ضفت ليه واحد جوج معالق ديال المزهر، وضفت ليه جوج معالق كذلك ديال السكر، وخليته حتى غلا فوق النار. عاد غادي نخدم به صابلي ديالي. هنايا غادي نجيب ديك العين اللي قطعت. المهم صابلي دهنت ليها غير واحد الجهه، ودرت ليها الكاوكاو اللي محمراه من قبل في الفران بلا زيت باش ما يعطيش ديك النكهه خايبه. وغادي ندير يعني نعمر ليها غير واحد الجهه. وهنايا غادي نبدا بالنكهه ديال الحامض. كنهزو غير هكا بالمعلقه، غير شويه، غير معلقه صغيره ما عامراش، وباش باش ما يسيحش لينا هكا من الجناب. وكنجيب كنلصق عليه بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. وجبت هنايا غادي ندير غير شويه ديال التعليكه باش غادي نلصق هكا البابيون اللي غادي نزين بهم، تما كيعطيو واحد المنظر اللي رائع ديال الشكلاط. المهم هادشي كيبقى اختياري، زينو باي شكل بغيتو. وبالتالي كيجي هذا هو الشكل ديالها. صراحه كيجي الشكل ديالهم زوين وراقي. صدقيني راهي اللي ذاقوا عندك ولا اللي شافوا عندك راه غيقول مستحيل انك انتي اللي مصايباه، لانه كيجي غزال. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. طريقه راها سهله وبسيطه، وصراحه كيجي يعني كتحطيه لضيافك بوجهك احمر، ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. كيف ما سبق وذكرت معاكم ما تكثروش التعليكه باش ما تسيحش لكم من الجناب، يعني ديروا غير داك القياس اللي غيبان لكم في التقيبه صافي. كنتمنى انني نكون وضحت لكم. راه كنحاول انني نشرح لكم مزيان مزيان باش هكا تجربي اختي الوصفه وتصدق معاك. بالنسبه للشكل الثاني حتى هو غادي ندير ليه نفس الطريقه، يعني كتدهني غير النص ديال الصابلي وكتفندي هكا في الكاوكاو. هاد الشكل هذا غادي نديرو بنكهه ثانيه فقط، غير بغيت نوريكم كيفاش الطريقه. الا بغيتو حتى هو تزينوه بداك البابيون ديال الشكلاط زينوه، ما بغيتوش غادي نخليوه هكاك. انا غادي نوريكم بالتزيين يعني بهذاك الشكلاط، وغادي نوريكم بلا تزيين. صراحه انا اختاريت انه يبقى بلا تزيين باش يجيني مختلف مع الشكل الاول. شوفوا معايا راه كنتحكم فيه بكل سهوله، زعما ما كيتهرس ما والو. واللي بقات معايا حتى لهنا ما تنسينيش اختي من واحد اللايك، الله يجازيك بخير، للتشجيع فقط باش نستمر. هنايا التعليكه ديال الفريز اللي حتى هي كتجي رائعه في المذاق. شوفوا معايا الشكل ديالها حتى هي كيفاش كتجي. راه ممكن انكم تخليوها غير بحال هكا، انا بالتالي غادي نخليها غير بحال هكا. انا فقط غير نوريكم، كنقترح عليكم افكار باش هكا الا بغيتو تزينوها. كديروا غير واحد النقيطه صغيره ديال التعليكه باش غادي تشد لكم داك الشكلاط، يعني ما تكثروش باش هكا ما يتجلخش لكم الصابلي. شوفوا معايا الشكل ديالها كي كيجي، صراحه كيجي زوين.
بالنسبة لطريقة التزيين الثالثة غادي ندير ليها هاد الشكل هذا حتى هي اللي غادي تشوفوا معايا. غنزينها بهاد التعليكه هذه بالنكهه ديال الفريز. هذه غنخليها غير بحال هكا، يعني انا اقترحت عليكم 3 ديال الاقتراحات، وغادي نبقى مستمره بحال هكا حتى غنكمل الكميه كامله اللي عندي، ونرجع ان شاء الله باش نتلاقى معكم ونوريكم الشكل النهائي. واللي عنده اي تساؤل مرحبا والف مرحبا، تخلي لي في التعاليق، انا نجاوب على جميع التعاليق. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. صراحه هنا الاضاءه ما ساعدتنيش لانها كانت العشيه، والاضاءه كيف ما كنعرفوا الاضاءه عاديه ماشي هي الاضاءه يعني هكا اصطناعيه. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديالو. بالنسبه للشكل الثالث درت ليه النكهه ديال البسكوي باش لصقته، ودرت ليه شويه ديال الكونفيتير ومن الجناب، ودرت ليه الكاوكاو وزينته هكا بخطوط ديال الشوكولاته. ممكن انكم تضيفوه كامل يعني في الشكلاط وتسقطروه وديروا عليه هكا خطوط من الفوق. شوفوا معايا ما شاء الله راه جا رائع جدا، غير جربوه على ضمانتي. غادي نقسم معكم واحد الوحيده باش تشوفوا معايا التعليكه اللي كتجي فيه. شوفوا معايا كيفاش كيجي معلك وكيجي رائع، صدقوني راه ما غاديش تندموا الا جربتوه. وهنايا كيسالي الفيديو ديالي، ما يبقى لي الا نودعكم ونضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.